سلاش حاجه اللي ضروري هادي راه ما فيهاش النقاش. On va traitement du langage naturel comme ChatGPT et Siri, les analyses de sentiments pour le marketing. غادي نبارطاجي معكم اي حاجه كيف ما قلت لكم، غير ما تزهقوا حتى حاجه. راه ماشي ساهله 3 سنين ديال الخبره في هذا المجال هذا. الادمان ما باغيش صراحه ما نكذبش عليكم، ما موتيفيش انني نمشي لاصل بقد انني ما خاصني ضروري نمشي لاصل. القضيه ديال الديسيبلين والموتيفاسيون. شوف الرياضه شي حاجه اللي ولات ضروريه في الحياه ديال اي انسان. الخير اللي يقدر يدير في راسو الانسان هو انه يريح. معضل بشكل كامل. انا كنقول لكم هذا النيفو هذا راه ما كاينه لا نظام غذائي لا نظام ديال التمرين لا حتى حاجه من هادشي. اما كاينه العدس، ضرب العدس ولا جلس. هيلو جايز، كنتمنى كلشي يكون بخير في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. غتلقاوني كنهضر بواحد شويه، باقي الصباح دابا راه باقي يمكن شي 7 هيدا 8 فحال هكاك تقريبا، بقى شي 7 وشي حاجه. المهم الحومه باقا خاويه. كاسوني كنشرب واحد كاس ديال القهوه. بقيت حاير مع راسي كنقول واش هاد الفلوق نصورو ما نصوروش، نصورو ما نصوروش. صافي واحد اللقطه قلت صافي اجي علاش لا ما نصوروش. وهذا واقيلا هو الفلوق الثالث من سلسله الفلوقات. اول حاجه الاخوان نديرها هي انني غادي نشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم وعلى الدعم ديالكم اللي شفتوا في الفلوق الاول اللي ما كنتش متوقع منه الدعم كامل. شكرا بزاف. وواحد التعاليق اللي ما يمكن صراحه والله الا عجبني الحال ديال بصح. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، وان شاء الله نكونوا عن حسن الظن ديالكم ودائما نقدموا لكم شي حاجه في المستوى. اخوان كيف ما قلت لكم هذا باقي له الصباح، ودابا لقيتوني غادي نبارطاجي معكم الفلوق كامل ديال النهار كامل من جوسكا زد. من دابا من فقت الى حتى نتريني ونسالي. وصراحه اليوم عندي نهار شارجي، كاين شحال من حاجه خاصني نديرها واي ايطاب انتم غادي تشوفوها. اخوان قبل ما نكملوا الفيديو ديالنا ما تنساوناش بالدعم ديالكم. عودوا دابا خليو ديك سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، خليو شي لايك وشي كومونتير. اي فيديو بغيتو نديروه خليوه في لي كومونتير، ودوزوا الانستغرام اللي غنخليه لكم في الديسكريبشن في صندوق الوصف، ونافيشيه لكم هنايا في لا فيديو. دابا حاليا من بعد ما خصني نشرب هاد الكاس القهوه هذه، اول حاجه صراحه فقت في الصباح صافي فقت نط من بلاصتي. اول حاجه مشيت توضيت صليت اللي ضروري سلاش حاجه اللي ضروري هادي راه ما فيهاش النقاش. مره ان شاء الله نبقى نذكركم بها بطبيعه الحال، نبقى نصورها لكم باش بنادم يعرف شنو كاين. سلاش شي حاجه اللي ما فيهاش اللعب، يعني نيشان هذيك ضروري خاصها تكون يا ديسيبلين يا ماشي ديسيبلين. راه خصها ضروري تكون ديك شي حاجه اللي مفروضه وشي حاجه اللي ضروريه من عند الله سبحانه وتعالى. بلا بغيتي تيسر لك حياتك ولا بغيتي انت تقاد. هذه من ناحيه اخرى صافي نوضت فطرت بعدا. صراحه الفطور اللي فطرت في الصباح دابا شي حاجه الحرشه وشي نص رغيف هيدا صافي هادشي اللي فطرت. من بعد وليت عدلت هاد كاس القهوه هذا اللي كتشوفوا قدامي دابا، ولقيتوني دابا كنشربو وغادي نهود. عندي واحد الحصه ا ديستونس غنبريزونطي فيها واحد البريزونطاسيون اولا نقدم فيها واحد البريزونطاسيون اللي نتوما غادي تشوفوها وحتى هي غادي نبارطاجيها معكم ان شاء الله. من نكون كنبريزونطي هاد البريزونطاسيون اول مره ندير شي بريزونطاسيون ا ديستونس، صراحه ما عارفش كي غادي تكون وكذا، ولكن نتوما غادي تشوفوا اي حاجه. كيف ما قلنا الاخوان غادي نبارطاجي معكم كل شيء بطبيعه الحال. المهم الخوت دابا نهودوا، يمكن قربت الساعه باش نشوفوا الحصه ديالنا. صراحه قبل ما نهود الاخوان بغيت نسولكم حتى قطعت الفيديو واللي شحال بغيت نسولكم ما عرفتش. المهم تفرجوا في هذا الفلوق كامل وشوفوا وقولوا لي الراي ديالكم. اي حاجه كانت بالكم فيها شي موديفيكاسيون ولا نقدروا نزيدوا ولا نعدلوا شي حاجه، قولوها لي في لي كومونتير. قولوا لي بالضبط واش كيعجبوكم من هذا النوع ديال لي فيديو، يعني واش فيديو طوال نبقاو ندير لكم لي زاكتيفيتي اللي كندير في النهار كاملين نبارطاجيهم معكم. المهم نتوما يقولوا لي في الفيديو باش نشوف انا شنو كاين. يلا بيس لي زامي. كيف ما قلنا كيف ما كتشوفوا دابا هبطنا للدار، ودابا ها هي لقيتوني دابا داخل اليوتيوب. كنت كنتفرج واحد شويه ويلا عاد دابا الفورماتور سرد لنا اللين ديال القناه اللي غادي نديرو فيها هاد لا سيونس ا ديستونس اولا هاد الحصه ا ديستونس، حصه عن بعد. اوكي بيش هاي هو كاع كيفاش فاجئني. ندخلوا للواتساب وندخلوا من اللين ندخلوا للحصه ا ديستونس. المهم بالنسبه للحصه هي نوريها لكم بالزرب حتى تجي البارتي ديال البريزونطاسيون ديك الساعه نبارطاجيها معاكم. قبل ما نبداو ضروري غادي نحتاجوا واحد 3 ديال التمرات هنايا غادي ناخذوهم. صراحه التمر شي حاجه اللي واعره بزاف، كتعطيك واحد لينيرجي، واحد السكر اولا سورس دو سكر لي ناتورال لي طبيعي، يعني شي حاجه اللي زوينه بزاف. المهم الاخوان دابا نكملوا بما بدات البارتي ديال البريزونطاسيون نبارطاجيها معكم. On va traitement du langage naturel comme la traduction automatique comme Google Translate, les chatbots et assistants virtuels
comme ChatGPT et Siri, les analyses de sentiments pour le marketing. Et pour le système de recommandation, les films et les séries, les produits et les musiques. Pour les films et les séries, on va voir Netflix. Et pour les produits, on va voir Amazon. Et pour les musiques, on va voir Spotify. Et simulation. Les algorithmes comme Minimax et Monte Carlo. Et le transport et robotique, les voitures autonomes comme Tesla. Et les drones pour la livraison, l'optimisation logistique comme Uber et Amazon. Les limites et les défis des algorithmes de l'intelligence artificielle. Des algorithmes restant des défis techniques et éthiques margeux. Leur capacité à résoudre des problèmes complexes. Et pour les sources de cette présentation, comme Stanford AI Course, Greeks for Greeks, IBM et OpenAI. Et merci de votre attention. المهم لي زامي كيف ما شفتوا دوزنا البريزونطاسيون ديالنا صراحه خليت لا سيونس باقا باديه باقيين الدراري الاخرين كيديروا البريزونطاسيون ديالهم وجيت نوجد الماكله باش ناكل انايا باش نروشارجيو ونقدروا نكملوا لا سيونس. ضروري من الماكله شي حاجه اللي ضروريه راه ما امبوسيبل نتحرك بلا ما ناكل. المهم الاخوان بالنسبه للوجبه اللي غادي ناخذوها دابا حاليا غادي نحتاجوا فيها الشوفان بغيتي يتفتح هاد السطالات ويلي. المهم غادي نحتاجوا الشوفان وغادي نديروها بالبيض. المهم انا غادي نبارطاجي معكم الوجبه بطبيعه الحال غادي ندير لكم الفويس اوفر الشرح ديالها بكل شيء غادي تشوفوه هنايا قدامكم. الوجبه اللي غادي ناخذها كوجبه الفطور واخا فطرت في الصباح ولكن نقدروا نقولوا هذه هي الوجبه اللي غادي نبداو بها في الاول ومن بعد غادي نكملوا النهار ديالنا وغادي نبارطاجي معكم اي حاجه. المهم كالعاده هي انكم ما تضيعوا حتى شي لقطه حيت كل شيء مهم. بطبيعه الحال الوجبه اللي غادي ناخذوا في الصباح خصها تكون كتحتوي على بروتينات كربوهيدرات ودهون صحيه باش يكون الطبق ديالنا او الوجبه ديالنا متوازنه وفيها العناصر الغذائيه اللي غادي نحتاجو في البدايه ديال النهار. يلا الاخوان ليتس جو نعدلوا الوجبه. غادي نحتاجوا واحد 100 غرام الشوفان هاد سكوب، كل سكوب كندير فيه 50 غرام، وغادي نزيدوا واحد 4 البيضات، شويه د الملح بطبيعه الحال، وكنخلطوا كلشي ومن بعد كنديروها طيب في المقله. لي زامي كيف ما كتشوفوا دابا عدلنا الوجبه ديالنا اللي غادي ناخذوها دابا اللي جات على هذا الشكل هذا. من الفوق زدت لها واحد شويه د العسل باش نحاولوا اننا نبنوها وتجي بنين. غادي نكملوا لا سيونس ديالنا وفي نفس الوقت غادي نكون كناكل وكناخذ الوجبه ديالي. بالنسبه هذه هي الوجبه اللي قلت لكم من الاحسن نبداو بها، ولكن واخا انا قلت لكم بديت ولكن كتسمى هذه الوجبه اللي خاصكم تبداو بها نورمال. هادشي اللي كاين الاخوان. دابا غادي ناخذ هذه الوجبه هذه اللي فريمون كتجي واعره وبنينه ديال بصح، ومن بعد غادي نبارطاجي معكم اي حاجه كيف ما قلت لكم، غير ما تزهقوا حتى حاجه. راه دائما المعلومات. والا وصلتي حتى لهنايا ما تنساش ديك لايك، والا كنتي باقي ما اشتركتي في القناه هود دابا برك على ديك سبسكرايب، على زر الاشتراك وفعل زر الجرس. يلا ليتس جو الاخوان. داكور لي زامي كيف ما كتشوفوا دابا صراحه من ساليت ديك الحصه ا ديستونس صافي جمعت الحوايج كذا وتحركت المدرسه، قريت عاوتاني واحد الحصه واحده اخرى في المدرسه، ودابا راجع للدار. ما قدرتش انني نصور لكم وسط الحصه ولكن راجع للدار وغادي ديك الساعه نبارطاجي معاكم بطبيعه الحال هاد الاشياء المتعبه اللي بزاف. واخيرا غادي نقدروا نديروا واحد الحصه ديال الكتفين، واحد الحصه واحد لا سيونس اللي نفرغوا بها هاد الشيء هذا وننساو ونحيدوا الطاقه السلبيه ديال هاد النهار كامل. المهم الاخوان نمشي للدار ونكمل لكم الفلوق ديالنا ان شاء الله. تكون شي حصه زوينه غادي نبارطاجيها معكم كالعاده، لا من ناحيه ديال التمارين لا من ناحيه ديال اي حاجه كيف ما كتعرفوا دائما راه بلا ما نقول لكم هادشي هذا. وخليكم معنا وما تزهقوا حتى شي حاجه، اي حاجه مهمه اي حاجه غادي تفيدكم. داكور لي زامي كيف ما كتشوفوا دابا وصلنا للدار، واول حاجه غادي نديروها هي اننا غادي نعدلوا شي كاس القهوه، غادي ناخذوا البري ورك اوت ديالنا. صراحه بدا يجيني الجوع، هذه اللي كتسمى معده شبه فارغه. ما كليتش بزاف د الوقت قبل ولكن بدا يجيني الجوع، يعني صافي كرشي عليه نتخوى شبه فارغه. غادي ناخذوا القهوه، هذه احسن وقت تقدر تاخذ فيها اي بري ورك اوت كيف ما كان كيعطي المفعول ديالو مزيان. غادي ناخذوا كاس القهوه ديالنا وغادي نتحركوا لاصال ان شاء الله ونديروا لا سيونس ديال الكتفين اللي غادي نبارطاجي معكم كالعاده التمارين ولي تكنيك ديال التمارين. مهم اي معلومه غادي تحتاجوها. داكشي علاش كنقول لكم الفلوق باقي طويل وضروري ما انكم ما تضيعوا حتى شي لقطه. اي حاجه كيف ما كانت، اي لقطه تقدر تكون مهمه وتنفعك بزاف. راه ماشي ساهله 3 سنين ديال الخبره في هذا المجال هذا. على كمال الاجسام كنهضر انك راه غتستافد مزيان ديال بصح. نعدلوا كاس القهوه ديالنا وناخذوه وغادي نتحركوا لاصال. هذا هو لوبجيكتيف الحالي. داكور لي زامي كيف ما كتشوفوا حاليا دابا قادين القهوه ديالنا
كيف ما كتشوفوا ها هي. ضروري من القهوه قبل لاصال. دابا حاليا كيف ما شفتوا 2 قهوات عندي في النهار. صراحه كيبان لي غادي في طريق الادمان. ما باغيش صراحه ما نكذبش عليكم. غنحاول ندير شي قضيه باش نوقف هاد اللعيبه هادي. وليت كنكونسومي الكافيين بواحد الدرجه اللي عاليه، وفي نفس الوقت لقيتوني غادي نتفرج شي فيديو هذا في يوتيوب كيف ما كان. شي حاجه عندها علاقه بموتيفاسيون كذا، حيت راه باش تعرفوا واحد القضيه راه ما موتيفيش انني نمشي لاصل بقد انني ما خاصني ضروري نمشي لاصل. هذه القضيه ديال الديسيبلين والموتيفاسيون. ملي كتكون موتيفي كيكون صراحه كتكون واحد الوقيته اللي لحظيه، يعني كدوز دغيا. العكس ديال انك ملي كتكون ديسيبليني يعني كدير الحاجه واخا انك ما باغيش ديرها، كديرها بزمنك، ماشي بزمنك ولكن كديرها، كيكون واجب عليك وكتكون ملتزم بها، كتسمى التزامات. شوف الرياضه شي حاجه اللي ولات ضروريه في الحياه ديال اي انسان. الطاقه السلبيه اللي ولينا كنشوفوا دابا حاليا اللي بزاف، اللي من اي بلاصه تقدر دي الطاقه السلبيه. داكشي علاش الانسان كيحاول انه يدخل الرياضه في حياته. كتنفعك بزاف، لا من ناحيه صحتك، لا من ناحيه ديال مونطالمون، يعني لا من ناحيه العقليه ديالك، لا كيفاش كتفكر، كتبعدك على بزاف ديال الطرقان. صراحه شو الخير اللي يقدر يدير في راسو الانسان هو انه يريض، بالنسبه للانسان اللي ما كيريضش. اما بالنسبه للانسان اللي كيريض راه تبارك الله عليه. واي رياضه كيف ما كانت، ما كان اسيستيش على الميسكولاسيون او على الفيتنس وما جاورهما. اي رياضه كيف ما كانت، كوره الا كان الكره كتلعب بواحد الشكل اللي دائم ومنتظم، او لا مثلا اي رياضه كيف ما كانت، العاب القوى، اي رياضه كيف ما كانت، مهم فيزيك ديالك او الجسم ديالك يدير واحد النشاط حركي اللي يحرق فيه سعرات حراريه اللي شحال من حاجه. هادشي اللي كاين الاخوان. دابا غادي نمشيو ان شاء الله لاصال. ما عرفتش واش نلقاه عامر ولا لا صراحه. انا هاد السويعه هذه اللي غادي فيها دابا تقريبا قول نمشي مع ديك 5:30 هيدا. صراحه راه كتكون ديال وقيته العموريه د لاصال. ما كنظنش انني غادي ندي المايك، واخا حتى حاليا ما دايروش حيت جالس في الدار وما كاينش صداع. صراحه محال واش ندي المايك. البلان وما فيه هي انني غادي ندير واحد القضيه ديال الفويس اوفر كالعاده. غادي نبارطاجي معكم لي فيديو، وفوق منهم الفويس اوفر غادي تسمعوني وغادي نشرح لكم اي حاجه خاصه تشرح، لا من تكنيك ديال التمرين، لا التمارين اللي غادي نبدا بهم، لا اي حاجه من هذا القبيل. اخوان ما بقى لي الا نقول لكم دابا نشربوا القهوه ديالنا وغادي نتحركوا ان شاء الله لاصل. وبطبيعه الحال الا وصلتي حتى لهنايا ما تنساش ديك لايك، والا كنتي باقي ما مشتركتي في القناه عود دابا اشترك اصاحبي، اش كتسنى؟ يلا الاخوان ليتس جو. داكور لي زامي، كيف ما كتشوفوا دابا وصلنا لاصال. لي زيكيبمون ديالنا هي قرعه الماء والسيبور كما عرفت. لاصال مطرطق من لساحتي والموسيقى مطلوقه روينه. من احسن حاجه نقدر ندير هي انني غادي نبارطاجي معاكم لقطات، ولكن عندها الفوق منهم الفويس اوفر باش نشرح لكم اي حاجه خاصه تصير. اخوان نعاودوا نديروا لا سيونس ديالنا. اخوان كيف ما كتشوفوا بدينا في الاول بالتمارين ديال الكتاف القدام. بديت في هاد التمرين لا ماشين هادي باش كنبدا انا بالكتاف القدام بالضبط، حيتاش عندي فيهم بوين فيبل اكثر من الجوانب الاخرى. المهم بالنسبه ليسي ولي ريبيتيسيون راه ماشي مهمين انكم تعرفوهم، حيتاش راه ماشي اي واحد غادي يجيو معاه ديك السيري ولي ريبيتيسيون اللي غادي يلعب. بالنسبه للتمرين الثاني كيف ما كتشوفوا راه كنلعب بالدامبل. دائما الماسل مايند كونيكشن كتكون مزيانه. بالنسبه للتمرين الثالث عندنا الرفرفه الجانبيه اولا دامبل فلاي اللي كنلعبوا على الكتاف الجناب. صراحه هاد الدري هذا ما كنعرفو ما والو، ولكن جا ومسكين عدل ليه الكاميرا وكيف ما كتشوفوا جاب التصوير بواحد الطريقه اللي واعره بزاف. هادشي علاش مزيان انك تلاقى مع الدراري لاصال واخا ما كتعرفهم ما والو. ندوزو للتمرين الرابع. كيف ما كتشوفوا كنلعب كل يد بوحديتها، واخا لا ماشين تقدر تلعب فيها بجوج يدين، ولكن من كنجي نلعب كل يد بوحده كتكون احسن، وكنقدر انني نركز على عضله الكتاف من الجزء الجانبي مزيان.
بالنسبه للتمرين الرابع كيف ما كتشوفوا لابس بالدمبل اولا بالبولات الكتاف اللور. واخر تمرين عندنا من الكتف الخلفي غادي نلعب بهذه الطريقه هذه. يمكن الطريقه تلعب واقف، ولكن مين كتلعب بهاد كتكون جالس اولا على الدمبل يا في الارض، كل ما جبدت يدك كل ما كان احسن. زامي كيف ما كتشوفوا سالينا لا سيونس ديالنا، ودابا غادي نبارطاجي معكم الليفو وخاصكم تعطينا الراي ديالكم. تعال نشوفوا الضحك. معضلون بشكل كامل. داكور لي زامي كيف ما كتشوفوا دابا حاليا سالينا لا سيونس ديالنا. بطبيعه الحال هذه هي بدايه السيمانه اليوم الاثنين، وغادي نبارطاجي معكم علاش كنلعب بالنسبه لعضلات الكتفين، علاش كنلعبهم الاثنين. صراحه الاخوان باش نحاول انني نديفلوبيهم. بطبيعه الحال في البدايه ديال السيمانه كيكون باقي عندنا الجهد، يعني اننا كنكونوا باقي موتيفيين اننا نتريني وشحال من حاجه. كي كان الجهد باقي عندنا كنقدروا نعطيو اقصى ما عندنا في هذه الحصه هذه اولا في هذه لا سيونس هذه. وبديك الساعات من كنعطيو اقصى ما عندنا كيوقع بطبيعه الحال اكثر انكسار اولا اكثر تلف الالياف باش من بعد يوليو يكبروا وكنصدقوا على ريزولطا احسن. هذه من ناحيه الاخوان دازت واحد السيونس اللي واعره صراحه. كيف ما شفتوا ترينينا فيها الكتفين والبومب تبارك الله اللي وصلنا له. صراحه ما كرهتش اي واحد منكم كيتفرج دابا يهود لي كومونتير ويعطينا الراي ديالو في النيفو، مع العلم انني حاليا ما مقاد شي بروغرام 100% من ناحيه ديال التمرين، ما مقاد شي بروغرام نهائيا ديال الماكله. هانتوما غادي نبارطاجي معاكم الوجبه اللي غادي ناخذها من بعد لاصال. صراحه اي شي حاجه تشهيتها وشي حاجه اللي كاينه في الدار غادي ناكلها، غادي نبارطاجيها معاكم باش تعرفوا شنو كاينه الاخوان. انا كنقول لكم هذا النيفو هذا راه ما كاينه لا نظام غذائي لا نظام ديال التمرين لا حتى حاجه من هذا الشيء هذا. ودابا الاخوان غادي نبارطاجي معاكم غادي ناخذ من بعد لا سيون. هذه هي الوجبه اللي غادي ناخذها من بعد لاصال. يسحب له بنادم شي بهذا النيفو هذا اللي وصل له حاليا، يعني الماكله مضبوطه وكذا. اما كاين العدس ضرب العدس ولا جلس، هذا هو الشعار ديالنا من دابا الفوق. الاخوان كما العاده كنقول لكم تقاتل ومولاها ربي. جاي وقتنا وجايه الوقيته فين حتى حنايا غادي نوصلوا لداكشي اللي باغين، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. الاخوان وصلنا لنهايه الفلوق ديالنا، نتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا وبطبيعه الحال تكونوا استمتعتوا بالفلوق. هذا هو الهدف ديالنا الاخوان. ما تنساوناش بالدعم ديالكم، حيت راه بالدعم ديالكم باش حنا مستمرين وكنقدروا نعطيو هذا الشيء هذا. هود الا كنتي باقي ما بركش على زر الاشتراك، برك على زر الاشتراك، فعل زر الجرس باش يوصلك اي فيديو تحط في لاشين، وخلي معك شي لايك، واي حاجه بغيتوها خليوها في لي كومونتير. الا كان عندك سوا راي سوا شي فيديو بغيتو نديروه، شي ملاحظه شي تحفيز، اي حاجه من هذا الشيء هذا خليه في لي كومونتير. راه كيوصلني وكنقراهم كاملين وكنجاوب كاع لي كومونتير. وبطبيعه الحال الاخوان على اي سؤال او اي استفسار دوزوا للانستغرام، نخليه لكم في الديسكريبشن في صندوق الوصف ونافيشيه لكم هنايا في لا فيديو. هذا ما كان الاخوان، ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، تهلاو وتقاتل ومولاها ربي. فاينلي